حرصت بعثة منتخب مصر وعلى رأسهم التوأم حسام وإبراهيم حسن على الاحتفال بوصول محمد صلاح للمباراة رقم 100 في تاريخ اللاعب. وكان محمد صلاح قد شارك في فوز منتخب مصر على بوتسوانا برباعية دون رد في خضم منافسات تصفيات كأس إفريقيا. وحرص منتخب مصر على الاحتفال بمحمد صلاح عقب مباراة بوتسوانا التي انتهت برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الإفريقية 2025. وترك صلاح بصمته في مباراته رقم 100 مع منتخب مصر بتسجيله هدف الفراعنة الثالث مستغلا عرضية محمد حمدي. ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط محتلا صدارة ترتيب مجموعة بعد الفوز على كاب فيوردي في الجولة الأولى. طرف الهواء ويلاقيها محمد صلاح يسند على طول الكرة إلى داخل الشباك ليسجل محمد صلاح بالقدم اليمنى المرة دي هدف الثالث للمنتخب المصري. 3-0 بالثلاثة أمام الكافور، أمام الرأس الأخضر، و3 النهارده